مدريد اليوم امام اختبار كبير، ورافائيل بينيتيز امام شبح الإقالة الذي يطارده بسبب رداءة النتائج في بعض الأحيان، وبسبب أيضا رداءة الأداء كذلك في تقدير الكثير من عشاق فريق ريال مدريد الذي يلعب في هذه البداية على الجهة اليمنى بقيادة بيبي، وكذلك راموس في خط وسط الدفاع ريال الذي يلعب بكيلور نافاس في حراسة المرمى، دانيلو الجهة اليمنى، مارسيلو الجهة اليسرى، بيبي وراموس في وسطها الدفاع، مودريتش رفقة كوفاسيتش وكروس في وسطها الميدان، جاريث بيل، بنزيما وكريستيانو رونالدو، ثلاثي خط الامام في تشكيله فريق ريال مدريد. بالنسبه لفريق فالنسيا يلعب بالجوامي دومينيك في حراسه المرمى، باراغان على الجهه اليمنى، اوربان الجهه اليسرى، رفقة سانتوس وكذلك ايمن عبد النور، داني باراخا واندري غوميز وباربوزا، بالاضافه الى كونسيلو والكاسير ورودريغو دي بول اللاعب الارجنتيني البالغ من العمر 21 سنه. مباراه فالنسيا من وسط الميدان، الانطلاق عن طريق كوفاسيتش يوصلها هيله من هناك لدانيلو، انطلق على الجهه اليمنى، دانيلو مع جاريث بيل، خطه التسلل مش مدود، جاريث بيل خل كره صعبه للريال، جاريث بيل ارضيه لبنزيما، بنزيما يراوغ وباريلو بوزا اللاعب البرازيلي، كره على الجهه اليمنى، البحث عن كونسيلو، انطلق هيله منه، زاد في السرعه، كونسيلو راح مع مارسيلو، يوصل كونسيلو هيله المراوغه، كونسيلو يدخل يلعبها هوبا خطيره، كره صعبه وخطيره، وكيلور نافاس ينقذ مرماه من امام الهداف باكو الكاسير، لقطه بلقطه، فرصه بفرصه، كره بكره، وصد بصد. هذه المره كيلور نافاس هو الذي انقذ مرماه بمساعده بيبي الذي حاصر باكو الكاسير في الكره الماضيه. حكم المباراه كان قريب جدا من اللقطه وشاهدها افضل مني ومنكم مشاهدي الافاضل، لذلك واضحه بالنسبه لي العدد الهائل من اللاعبين الفرنسيين الذين انضموا الى فالنسيا بالراس جول، راسيه في منتهى الروعه، كاد فالنسيا يباغت الريال. ثانيه بنزيما يراوغ، ماندو الكره يوصلها لجاريث بيل، هيله لرونالدو، جول 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 جول، لعبة بلاي ستيشن من اروع ما يكون بين جاريث بيل ورونالدو وبنزيما. يا لاعب اللعبة هي الافضل والاجمل منذ بداية الموسم للريال، من اروع ما يكون امام دفاع يتفرج على الريال وهو يداعب الكرة وهو يتفنن في الكرة. هدف من اروع ما يكون من كريم بنزيما، يهز الشباك ويسجل هدفه الثاني عشر هذا الموسم. شوف اللعبة من كريم في اتجاه جاريث بيل، بالعقب لرونالدو، رونالدو لكريم، كريم استلم وكريم سدد وكريم سجل جول للريال في الدقيقة 17 من عمر المباراة. هذا هو الريال الذي يحلم به عشاقه. رونالدو يمرر على طريقة الاخضر باللومي، نعم على طريقة الاخضر باللومي الذي كان لديه عينان خلف رأسه، يسجل ببراعة كريم بنزيما ويفتح مجال التسجيل للريال مدريد. جول تاريخه يوصلها مباشرة لأوربان، لوكاس أوربان يبحث عن المراوغة من أمام دانيلو، أوربان كيلور نافاس كاد يخطئ وكاد يدفع ثمن غالي وكاد يمنح هدية لفالنسيا لم يحصل عليها منذ انطلاقة المباراة، منذ 30 دقيقة لعب. المساعدة مضطر يرمي كرة بعيدة تماما، باريخو في الاسترجاع لصالح عناصر نادي فالنسيا، كرة صعبة عرضية على جديد خطيرة، جواو كونسيلو البرتغالي كاد يعدل النتيجة، تمريرة من اروع ما يكون في العمق، هذه يقولوا لها تمريرة بالمليمتر، حطها لك فوق راسك اللاعب الارجنتيني رودريغو دي بول، متميز دي بول باليمنى ومتميز باليسرى، تمريرة ولا اروع منها، حطها لك يا كونسيلو. ضاعت فرصة تعديل النتيجة لفالنسيا، هذه هي أخطر فرصة لفالنسيا منذ انطلاقة المباراة. رونالدو، أندري غوميز يبحث عن رفيقه دي بول على الجهة اليسرى، دي بول في حاجة لمساندة، مضطر للعودة إلى الخلف ناحية لوكاس أوربان، اللعبة ثنائية لصالح عناصر فالنسيا. يا سلام على البينيات والكرات القصيرة والصغيرة بين أصاغر فريق فالنسيا، أصاغر في القامة وسرعة فائقة عند اللاعبين. شوف البراعة هنا من الأرجنتيني دي بول الذي يمرر ناحية رفيقه أندري غوميز، استلم لم يكن في وضع التسلل، سدد كرة قوية، نعم لم يكن متسللا، الكاسير كان متسلل وهو لا،
تسديده من اروع ما يكون. اوي 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 اوي. مرت الكرة من امام كايلور نافاس. ريال مدريد يلتحق بالبارسا في المركز الثاني اذا بقت النتيجة على حالها. الكرة مرفوعة هيلو الحكم يقول ضربة مرمى. اعتقد بان بيبي اخطا من امام ايمن عبد النور، اخطا ولكن بذكاء وبحيلة كبيرة. شوف الاعادة مرة ثانية. ايمن عبد النور وجد الكرة امامه وبيبي ايمن عبد النور على بضعة سنتيمترات من مرمى الحارس كايلور نافاس الذي يسقط يمينا وشمالا في اتجاه الكرة ومن دون كرة تمر عليه سلامات من دون ان تزور شباكه. الثواني الاخيره هايله الكره وانطلاقه سريعه جدا من هناك على الجهه اليسرى لصالح الكاسير. الكره صعبه البولت على المراوغه والتوغل خطيره. ضربه جزاء، ضربه جزاء لفالنسيا فعلها بيبي من امام اندري غوميز. بيبي وغوميز وبطاقه صفراء. اللعبه سريعه جدا والتمريره من اروع ما يكون. دخل البرتغالي اندري غوميز، توغل الى غايه مطبخ فريق ريال مدريد، نعم الى غايه داخل منطقه الست امتار، وفعلها من امام بيبي. سقط بيبي واسقط معه اندري غوميز. ضربه جزاء صفراء حكم المباراه في اللحظات الاخيره من عمر المباراه. نعم لم تكن نيتك عرقلة اللاعب ولكن عرقلة اللاعب واضحة هنا. حكم المباراة لم يتردد. ضربة الجزاء لباريخو. باريخو يستعد من امام كايلور نافاس. باريخو يسدد جول. فالنسيا يعود من بعيد ويعدل النتيجة. دانييل باريخو يسجل 5 أهداف مع فالنسيا. عودة من بعيد لفالنسيا يعدل النتيجة أمام الريال الذي كان متفوقا بهدف مقابل 0. ضربة الجزاء تحصل عليها أندري غوميز ونفذها وسجلها باريخو رجل الجمارك في فريق فالنسيا. يعدل النتيجة لفالنسيا ويسعد عشاقه وجماهيره ويخلي الشوط الثاني يكون أفضل وأفضل وأفضل بكثير. ببراعة حتى على يسار كايلور نافاس مسجلا هدف التعديل لفريق فالنسيا وهدفه ال5 هذا الموسم. ريال مدريد جول، فالنسيا جول عند نهاية الشوط الأول من هذه المباراة في المستايا. حكم اللقاء صفر مباشرة بعد تسجيل هدف التعديل. هدف لهدف، فرحة كبيرة لجماهير فالنسيا. أعود وألتقي بكم لنستمتع أكثر مع مجريات الشوط الثاني من مباراة فالنسيا الريال. شكرا لكم وإلى اللقاء بعد حين. الكرة فيها أسرار والكرة فيها فيها عجائب وغرايب. خطأ من بيبي انسحى اعتباره خطأ كلف ريال مدريد ضربة جزاء نفذها رجل الجمارك باريخو الذي لا يضيع مثل هذه الفرص والكرات. سجل 5 أهداف مع فريقه فالنسيا منذ انطلاقة الموسم. هذا الهدف قد يقص الريال. وصلت على الجهة اليسرى لأوربان، أوربان يوصل على دوبول. كرة صعبة لفالنسيا. دوبول يراوغ، دوبول يتوغل، دوبول يلعبها في العمق لصالح فريق فالنسيا. تروح لباريخو من هناك على الجهة اليمنى. تراجع عناصر الريال، قاو في منطقتهم. هاي كرة صعبة من هناك على الجهة اليمنى. كونسيلو وبيبي. لا رجعت مرة ثانية لصالح اللاعب غوميز. قوية تسديدة. يا سلام عليك يا غوميز. صاروخ أرض جو. كايلور نافاس صد الكرة، ضربها خلاها تضرب في يده لأنه صعب عليه يمسك كرة مثل هذه وصعب عليك أصلا أنك تمسك صاروخ. أوي تسديدة من أروع ما يكون. كرة ساقطة دائرية لما وصلت للحارس دارت وكايلور نافاس من حسن حظه سبق يديه، خرج يديه لكي يخرج هذه الكرة لأنه لو انتظر الكرة كانت يخرج بهذه الكرة. راح بيبي وصلها من هناك رونالدو. مارسيلو وصلته. اي بعيدة بعيدة من رونالدو لمارسيلو. رونالدو. صافرة استهجان حتى من عشاق فالنسيا، ليس فقط في سانتياغو برنابيو ولكن حتى في الميستايا وفي ملاعب اخرى. تسديده حطها بصدره وسددها بيمناه بعيده تماما. مرت كوفاسيتش، لوكا مودريتش مره ثانيه طبعا رونالدو. وصلت رونالدو. الحكم يقول ولا شيء. نعم ولا شيء. كريستيانو الحارس راح للكره والكره من هناك وانطلاقه خطيره. مرت هذه الكره. بطاقه. البطاقة الحمراء. البطاقة الحمراء لماتيو كوفاسيتش على هذا الاعتداء في تقدير حكم المباراة.
الحكم يخرج البطاقة الحمراء لما يقدر بأنه فيه لعب عنيف وفيه اعتداء. اللاعب الخشن يعطيك البطاقة الصفراء، الخطأ البسيط يعطيك البطاقة الصفراء، أما اللاعب العنيف بهذا الشكل واو بطاقة حمراء مستحقة لكوفاسيتش بعد هذا التدخل العنيف. نعم تدخل عنيف في قاموس لعبة كرة القدم، قد يصيب اللاعب وقد يحرمه حتى من مواصلة المباراة. ماتيو كوفاسيتش 3 بطاقات صفراء نالها مع الريال وبطاقة حمراء أولى، يطرد ويخلي فريقه. لا ما كان ولا شيء يا رونالدو، أبدا ليس هناك أي شيء. الحارس سبقك وأيمن عبد النور لم يفعل أي شيء، ورونالدو سقط وخرج رافائيل بينيتيز يطالب بضربة جزاء من وحي الخيال يا بينيتيز. لا 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 لا, لا أبدا أبدا ليس هناك ضربة جزاء في اللقطة الماضية. فرات الاستهجان، كرة ممتازة لمارسيلو من هناك على الجهة اليسرى، رجع لكريستيانو رونالدو، رونالدو يرجع للخلف للوكا مودريتش. قوية أرضية زاحفة من لوكا مودريتش، وقوي دومينيك ينقذ الموقف ويتمكن من صد هذه الكرة والتقاطها. توني كروس ياخذ كامل وقته في تنفيذ هذه المخالفة، يرفعها توني كروس جول 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 عجيب وغريب يا جاريث بيل. هدف في منتهى الروعة، هدفان في منتهى الروعة للريال في هذه الأمسية. جاريث بيل يعيد الريال من بعيد ويخرس آلاف من عشاق فريق فالنسيا. التوزيعة كانت رائعة وجاريث بيل أروع، حطها بالراس في الزاوية 90 من أمام جوان مي دومينيك الذي لم يتمكن سوى من تصوير هذه الكرة وهي تزور الشباك. هدف ثاني للريال في وقت صعب وحساس، في ظروف صعبة يمر بها فريق ريال مدريد. جاريث بيل يلتقي، واو كرة رأسية دائرية في القائمة الثاني، لو نطلب منه يكررها 100 مرة لما فعلها جاريث بيل بهذا الشكل. خطأ من الحارس دومينيك، والرأسية رائعة جدا من جاريث بيل، ضربت في العارضة ودخلت. هدف ثاني للريال وتشعل المباراة في العشر دقائق الأخيرة. مباراة كانت ستموت يشعلها جاريث بيل لصالح فالنسيا. وصلت على الجهة اليسرى، كرة خطيرة يصنع ديبول يرفعها خطيرة. جول 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 الكاسير يعيد فالنسيا إلى المباراة ويسجل هدف في منتهى الروعة لفالنسيا. جول هدف التعديل، ديبول فعلها، حطها بالراس، ديبول فعلها في تمريرة في عمق دفاع فريق ريال مدريد. وينك يا راموس، وينك يا بيبي، وين دفاع الريال؟ هدف التعديل 40 ثانية بعد تسجيل الريال لهدفه الثاني. الكاسير يتمكن من تسجيل هدفه الثامن هذا الموسم. شوف ديبول الارجنتيني ماذا يفعل، حطها على طبق بين لاعبين. اللاعب الاحتياطي رودريغو مورينو هو اللي رجعها في اتجاه الكاسير، حطها في الزاوية اليسرى من مرمى الحارس كايلور نافاس. كايلور نافاس يتفرج على فالنسيا وهي تصنع هذه اللوحة الفنية الرائعة جدا. 3 أهداف من أروع ما يكون شاهدناها في مباراة اليوم. هدف بالراس من جاريث بيل ورد عليه بالراس كذلك الكاسير. 2-2 صارت النتيجة في المستايا بين فالنسيا وريال مدريد، وكأن الفريقان يريدان أن يفترقا على التعادل، وكأن فالنسيا لا يريد أن يخسر على ميدانه، وإذا خسر ليس أمام ريال مدريد. هكذا يريد أن كريستيانو رونالدو على بيبي. الكرة كانت داخلة، رونالدو أنقذ فالنسيا من الهدف الثالث. نعم رونالدو هو الذي انقذ فالنسيا، لان جاريث بيل ضربها براسه وضربت في ظهر رونالدو وضاعت الكره وانطلقها خطيره لصالح فالنسيا. الكره خطيره، جول لا، الكره مره ثانيه لا، كانت تحبس انفاس فريق ريال مدريد. رونالدو انقذ فالنسيا من هدف ثالث لأن كرة جاريث بيل كانت داخل الشباك. راح جاريث بيل جاريث بيل ويضيع. عندما تتعب تفقد توازنك، عندما تتعب تفقد توازنك. صارت المساحات موجودة والفراغات موجودة، الكل سيسقط فوق أرضية الميدان لأن الكل تعب. شوف اللاعبين تاع ريال مدريد كلهم ساقطين على أرضية الميدان، نال منهم التعب. ربما فترة الأعياد والفترة الشتوية أثرت